السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جماعة دلوقتي الأهلي اللي ما شرفش مصر دوت خد 11 مليون وشوية. فأنا اقترحت على عم عادل، قلت له يا عم عادل طب ما هو 11 مليون وشوية والسكواد بتاع الزمالك ده يعني القيمة التسويقية بتاعته هم برضه 11 مليون وشوية، ما تيجي نشتروه ونخلصه يا عم عادل. والله بص انا عندي رأي بتاع زمان. ايوه كانوا يا بيقولوا عم. عايزين يعملوا اهلي الف واهلي ب. حلو. حلو. فانا اقترحت عليهم بدل ما اهلي ب احنا نشتروا الزمالك ونسموه اهلي ب. نشتروه نشتروا الزمالك باللعيبه بجمال عبد الحميد وعبد الصالح برضه شويه الشمرجيه دول يقعدوا برضه معانا. ده في فرقه بتقعد كمان في التلفزيون في قناه الزمالك بالليل. ايوه وبتاع وتقعد بقى تسمع ايه الزبد بقى. الزبد يقول لك اصل الزمالك راح كاس العالم. أيوة. اصل المنسي ما اعرفش كان بيلعب كاس العالم. اصل الاهلي ما بيلعبش الاساسيات. اصل الاهلي ما بيلعبش بمراخيره. الحاجات اللي لهم بيعملوها احنا نشيل الناس دي كلها بالقانون. وبعدين ناخد طب خالد الغندور والنبي يا عم عادل، خالد الغندور والجماعه بقى بتوع الصحفيين اللي بيطلعوا بقى يقول لك ايه الاهلي يتعلم من الزمالك. طب وميدو ده عايز له. لا ده ميدو عايز له فيديو تاني. حلوه كده الفيديو ده. عايز له فيديو لوحده. حلو كده الفيديو ده، فيديو لميدو.